السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن الحالة النفسية ومزاج الإنسان ومود الإنسان يا باشا. مودك بيتم التحكم فيه عن طريق مجموعة من النواقل الكيميائية موجودة في المخ. ده آخر ما وصل له العلم مع تركيبة المخ والعقل. هذه المكونات العجيبة التي لم يفهمها الإنسان بنسبة 100% ولا 50%. حتى إحنا نسبة فهمنا للمكان ده، العقل والمخ، مازال مصدر أسرار كبير أمام العلماء. طب إيه اللي بيتحكم في مودنا ومزاجنا؟ واحد، حاجة اسمها جابا. جابا دي الاسم الأجنبي، دي مادة لما بتقل يبتدي يجيلك توتر وقلة نوم وحركة كتير وهياج نفسي. المادة دي هي والميلاتونين مسؤولين عن هدوءك، عن استقرارك، عن قلة التوتر، عن نومك. هم دول بتوع الحاجات الهادية اللي في دماغ الإنسان. مادة جابا لو زادت قوي تبقى مشكلة، ولو قلت يجرالك زي ما قلنا من شوية. طيب وإيه تاني؟ السيروتونين والدوبامين والنور أدرينالين مسؤولين عن مزاجك وانبساطك وحالتك النفسية، ونقصهم بيعملوا اكتئاب شديد. طيب ازاي بيعملوا اكتئاب؟ دول لما بينقصوا ماشي، مخك بيبتدي يهني وكل نشاطك يقل وإقبالك على الحياة يقل وحبك للحياة يقل، لحد ما ممكن في حالات تصل الاكتئاب الشديد يصل للانتحار. حاجة اسمها resistant depression، بيبقى اكتئاب مقاوم للعلاج بأنواعه المختلفة. طيب الفيتامينز يا جماعة، قبل ما تروح لدكتور نفسي وتاخد العلاج، وزمايلنا دكاترة النفسية على راسنا، تخصص جميل جدا ماشي، بس أنا بقول قبل ما تروح لهم الأول تتأكد إنك باطنيا كويس. يعني تعدي على واحد بطنجي، دكتور باطنة ماشي، يكون بيفهم، يعمل لك ايه؟ يعمل لك تحاليل TSH، يشوف الغدة الدرقية بتاعتك اخبارها ايه ماشي، قبل ما يعمل حاجة. تعدي عليه تشوف فيتامين بي اخباره ايه، فيتامين بي كومبلكس بالذات بي 12 ماشي. هيعدي على فيتامين دي يشوف فيتامين دي نسبته كام، ساعات كتير بيبقى اقل من 20. احنا محتاجين نسبة عالية من فيتامين دي، عشان فيتامين دي انتي ديبريسنت، مضاد للاكتئاب. يبقى نقص فيتامين دي، نقص هرمونات الغدة الدرقية، نقص بي كومبلكس بالذات بي 6 النيكوتيناميد بي 6. هتلاقي كده في فيتامينز كتير في السوق زي نيوروفيت، زي ميليجا ادفانس ماشي، في حاجات كتيرة منها اسام تجارية مش فاكرها دلوقتي ماشي. هي مكوناتها ايه؟ فيتامين بي كومبلكس، يعني مجموعة فيتامين بي مجمعة وحطيتها لك في برشامة او في كبسولة او في حقن ماشي. فانا بفضل ان هي تتاخد وقائيا، لكن فيتامين دي افضل ان يتعمل له تحليل الاول. لو لقيته اقل من 20 تبقى طبعا مصيبة. وفي حالات كتيرة جدا جدا مجرد تحسين النظام الغذائي وتحسين نسبة فيتامين دي وظبط السي بي سي وظبط الغدة الدرقية وظبط مستوى فيتامين دي وظبط مستوى فيتامين بي بالذات بي 6، عملت
نتائج رائعة في تحسن الاكتئاب بعد حوالي أقل من أسبوعين ياما حالات كده. أرجوك قبل ما تروح لدكتور نفسي عشان أنت مكتئب، عدي الأول على دكتور باطنة واطمن على الحاجات دي، وتابعنا واعمل لايك وشير عشان نوصل لأكبر عدد وعلشان نقدر نستمر. كل سنة وانتم طيبين.